قضية اليوم غنشوفوا الخيانة الزوجية اللي غتسالي بأبشع جريمة قتل. هاد القضية اللي غنشوفوا مرأة مجوجة بجوج ديال الرجالة بواحد الخطة اللي ما غاديش طيح في بالكم، وهاد الشي كامل بدافع الطمع، وفي الأخير غادي تكون النهاية ديالها كارثية. قضية اللي فيها الانتقام، قضية اللي فيها الخيانة من أقرب شخص. بلا ما نحرق عليكم تفاصيل القضية أكثر، يلا هو معنا النهاية باش توضح لكم الصورة. وقبل ما نبداو قضيتنا ديال اليوم، ما عليكم إلا تعاونونا بالضغط على زر لايك مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا بينا نبداو على بركة الله. قضيتنا ديال اليوم غتسافر بينا لمدينة الدار البيضاء، او بالاحرى واحد الدوار اللي كان في قرب مدينة الدار البيضاء. واحد الدراري بثلاثة بهم اصدقاء كيسكنوا في نفس الدوار. كان حداهم واحد الواد اللي دايز على داك الدوار، بحكم انه كان الصيف كانوا كيتجمعوا بهم ولاد الدوار وكيمشيو كيعوموا في داك الواد. حتى لواحد النهار اللي غاديين يتفاجئوا وغتبان لهم واحد الخنشه اللي كبيره جيبها الواد. من حد ديك الخنشه جايه وكتقرب، وهما كيشموا واحد الريحه اللي كارهه جايه منها. هاد الشيء اللي غادي يخليهم يشكوا لربما تكون فيها واحد الجثه. وفعلا غير غادي تقرب لهم ديك الخنشه، واحد من الدراري غادي يجبدها وغادي يحيدها من الواد. الدراري خافوا لا يحلوها وتكون فيها شي جثه، ولا ربما شي واحد مرتكب شي جريمه قتل وخفى الجثه في هاد البلاصه ولاحها في الواد، وهكذا غادي يقدروا يخربقوا البصمات ديال الجريمه الى اخره. غادي يطلعوا عليها غير من الفوق، وغادي يتاكدوا باللي راه جثه بشريه، والجثه اللي كانت متحله، يعني واحد الدرجه ديال التحلل اللي متقدمه بزاف، والريحه ديالها كانت كارهه. الدراري في البلاصه غادي يتصلوا بالمقدم ديال داك الدوار، وغيتجمعوا كاع الناس ديال المنطقه، وغادي يتصلوا بلي جوندارم وغادي يبلغوهم على هاد الجريمه اللي لقاو. غادي يجيو في البلاصه مرفوقين بالشرطه العلميه، وغادي يجيو وغادي يحلوا ديك الخنشه. هنا كيتصدموا، غيلقاو فعلا بنت اللي كانت مقتوله وجثه اللي كانت متشوهه. يعني بحكم ان الجثه بدات كتحلل، غير الشعر اللي خلاهم يتعرفوا عليها انها بنت. وهذا اللي ارتكب هاد الجريمه غالبا، يعني لاحظوا انه غالبا بدافع الانتقام، كان بيناتهم واحد الحساب او شي حاجه بحال هكذا. الجثه اللي كانت مشوهه لواحد الدرجه اللي كبيره، الوجه ديالها كامل مشوه، الجسد ديالها كله فيه طعنات. هنايا اول حاجه غادي يديروها هما سولوا داك الاشخاص اللي كانوا في داك الواد. غادي نقول لهم باللي حنا كنا كنعوموا حتى بان لينا جيبها الواد، وكانت مربوطه بواحد الحجره، وغالبا تقطعات ديك القنبه، يعني كان فيها واحد القنبه ولقاو فيها حجره كبيره. يعني غالبا هذا اللي صفاها لها ربط ديك الخنشه وداك الكيس اللي داير فيه ديك الجثه بشي حاجه اللي ثقيله ولاحها في الواد، وقال لا ربما هكذا راه ما غاديش يطلعها الواد، يعني بغاها تهبط للقاع ديال الواد. ولكن ربي ملي كيبغي يفضح شي حاجه فراه كيفضحها، والروح عزيزه عند الله. هادشي اللي خلاها لربما تقطعات ديك الحاجه اللي رابطينها بها وطلعت للفوق، وبقى غادي جارها الواد حتى لقاوها دوك الدراري. هنايا غادي نديوها للمختبر التقني باش يفحصها الطب الشرعي، هو اللي غادي يقدر يقول لهم الكلمه ديالو، ومنها يرفعوا البصمات، لان الجثه كانت متحلله لواحد الدرجه اللي كبيره. وغادي يبداو التحقيق ديالهم حتى للورا ما يعرفوا الهويه ديال هاد البنت هذه. وفعلا اول ما غادي يخرجوا البصمات ديالها، تقرير ديال البصمات، غادي نتعرفوا على هاد البنت اللي كانت كتسكن غير في داك الدوار، يعني ما بعيداش بزاف على داك الدوار، حتى هي من ديك المنطقه، وكانت في واحد الدوار اخر اللي قريب لداك الدوار اللي تلقات فيه. منين غادي نمشيو للمنزل ديالها، كيلاحظوا باللي داك المنزل كان في واحد الحاله يرثى لها، يعني غالبا دوك العائله فراه كانوا فقيرين لواحد الدرجه اللي كبيره وما فحالهمش. اول ما غادي يدقوا في ديك الدار غادي يخرج لهم الاب ديالها، وغادي يسولوا على البنت اللي كان الاسم ديالها سهام. غادي يقول لهم فعلا سهام راه بنتي. سولوا عليها فينا هي وشنو كدير في حياتها. غادي يقول لهم باللي ساكنه في مدينه الدار البيضاء، وباللي تقريبا واحد المده ديال 3 شهور هذه ما جات لذاك الدوار. البنت اللي كاريه غير مع البنات وخدامه كترزق الله، ومره كتعاونهم كتصيفط لهم شي بركه.
هنا غادي يطلبوا من الاب ديالها انه يمشي معاهم لا بريغاد ديال لي جوندارم باش هنايا غادي يدوه معاه، وعاد غادي يعلموه بداك الشيء اللي وقع. وفعلا غادي يديوه معاهم وغادي يقولوا ليه باللي الابنه ديالو راه لقاوها متوفيه ومليوحه في داك الواد، وغادي يديوه المستودع الاموات باش يتعرف على بنته، واخا الجثه ديالها كانت متشوهه لواحد الدرجه اللي كبيره. اول ما غادي يشوفها غادي يتعرف عليها وغادي يقول لهم باللي هذه راه بنتي، واخا البنت كانت مشوهه والجثه ديالها اللي كانت منفوخه بزاف بحكم انها كانت مليوحه في الواد، وغتلقاوها واحد المده اللي طويله باش لاحوها في الواد. الاب ديالها غادي يقدر يتعرف عليها، غادي يقول لهم هذه راه بنتي وانا مأكد من الهضره ديالي مزيان، وغادي يدخل في واحد الحاله اللي هستيريا وغادي يتصدم. بنته اللي كانت عزيزه عليه لواحد الدرجه اللي كبيره، واي اب راه ما غاديش يبغي يشوف بنته في ديك الحاله، ولو تكون ما عرفت شنو دايره معاه فراه كتبقى الكبده من لحمه ومن صلبه ومن دمه. هادشي اللي خلاه غادي يدخل في واحد الحاله اللي صعيبه، وغادي نبقاو كيسايسوا معاه وغادي يطلبوا منه دابا باش يتكالما ويعاونهم باش يتعرفوا على هذا المجرم اللي ارتكب هذه الجريمه في حق بنته. اول حاجه غادي يقول لهم باللي بنته راه مزوجه وراجلها راه مشى للطاليان تقريبا دابا واحد المده ديال عامين باش مشى كونطرا خدمه، وهاد العام هذا ان شاء الله فراه كان غادي يجي للمغرب. دابا مده ديال عامين ما جاش، وهاد العام هذا عاد كان غادي يدخل للمغرب ومشى كيخدم ومقاتل مع الزمان باش هكذا يقدر يعاون الحاله الماديه ديالهم اللي كانت ضعيفه، ومن بعد يدير الوريقات ديالو ويدي معاه مراته. وغادي يسولوه على بنته واش كان عندها عداوه مع شي واحد في ديك المنطقه، غادي يقول لهم لا، بنتي عمر كانت عندها عداوه مع شي واحد، بنت اللي ظريفه ومتخلقه وكانت مزوجه وداخله سوق راسها، وباللي داك الولد حتى هو اللي مزوجه به فراه كان كذلك كيسكن من نفس المنطقه ديالهم وفي داك الدوار. والا مشيتو وسولتوا العائله ديالو فراه غادي نذكروها لكم غير بالخير. سهام كانت واحد البنت اللي ظريفه وما كدوي مع حتى شي واحد ومديها في راسها، حتى من الصحابات ديالها ما كانوش عندها، كانت عندها صاحبتها وحده واللي كانت هي خدامه معاها في مدينه الدار البيضاء، وكانت هي اللي كتصيفط معاها الفلوس كل شهر. كتصيفط مع هاد البنت هذه اللي كان الاسم ديالها مريم واحد المبلغ مادي، كطلب منها دير الاب ديالها. من بعد ما سمعوا الاب ديالها وخداو من عنده بعض المعلومات اللي ما فاتهم حتى شي حاجه، لانهم باقي لحد الان ما لقاوش شي خيط اللي غادي يبداو منه هاد القضيه. كتبان لهم قضيه اللي غامضه وغريبه، لان البنت كتسكن في داك الدوار، وكيقول لهم الاب ديالها باللي دابا تقريبا واحد 3 شهور ما جات غير خدامه في الدار البيضاء، وحتى من الفلوس كتصيفطهم مع صاحبتها. ولكن سهام شنو جابها لداك الواد؟ كيفاش البنت اللي كانت في كازا وغادي يلقاوها مقتوله في ديك المنطقه؟ هي راه فعلا ما بعيداش بزاف على مدينه كازا، تقريبا بيناتهم غير واحد 60 كيلومتر او تقريبا واحد 50، ولكن باش غادي نلقاوها في داك الواد وفي داك الدوار، يعني شي واحد اللي جابها من تم وصفها ليها في داك الدوار اللي كتسكن فيه، او ربما هي جايه باش تشوف والديها وشي واحد تعرض ليها جم. ولكن هذا نديرو مثلا تعرض ليها فراه كان غادي غير يهددها وياخذ ليها شنو عندها، لا كان بدافع السرقه. البنت اللي يلقاوها ما مغتصبه ما والو قبل ما تموت، وديك الحاله اللي كانت فيها فراه غالبا بدافع الانتقام. هنا ولاو كيشكوا ربما تكون الخيانه الزوجيه وراء هذه الجريمه هذه. غادي يطلبوا من الاب ديالها انه يعطيهم النعت ديال المنزل فين كيسكنوا العائله ديال راجلها، ربما يقدروا يكونوا هما اللي صفاوها ليها بديك الطريقه ولا عندهم شي حساب معاها، واستغلوا هاد الظرفيه اللي ما فيهاش راجلها مسافر وانتقموا منها بهذه الطريقه الوحشيه. مشاو عند هاد العائله ديال راجلها من بعد ما نعت ليهم ومشى معاهم الاب ديالها. غادي نبقاو كيطرحوا عليهم بعض الاسئله كيديو كيجيبوا معاهم في الهضره، وغادي يعلموهم باللي راه لقاو سهام مقتوله وفي واحد الحاله اللي خايبه. من بعد ما دواو معاهم كيبان لهم دوك الناس اللي الله يعمرها دار وعيبهم بعيد، وباين من الطريقه ديال الهضره ديالهم ما عارفين والو وما عندهم تدخل في هذه الجريمه. هادشي اللي خلاهم يتاكدوا باللي راه ما كانوا عارفين والو وما عندهمش علاقه بهادشي هذا. وحتى الناس ديال الدوار كاملين اللي كيسولوهم تا واحد ما شافها مؤخرا ولا في ذاك الاسبوع الاخير اللي ارتكبت فيه الجريمه. الناس كاملين كيقولوا باللي واحد المده طويله ما شفناها، وملي كيسولوهم عليها علاقتهم معها كلشي كيذكرها غير بالخير، بنت اللي ظريفه ومتخلقه وعمرهم ما شافوا منها شي حاجه ديال العيب. والناس كاملين فرحوا ليها من نهار تزوجات بداك الولد، كانت كتجمعهم واحد العلاقه ديال الحب
وتزوجوا وسهل عليهم الله. يعني الراجل مشى للطاليان مقاتل خدام عليها باغي يطور من الحاله ديالهم، هي كذلك مشات لكازا خدامه على والديها. يعني الامور كانت مزيانه. شكون اللي غادي يكون دار هاد الحاله في سهام؟ الناس كاملين ديال الدوار ما شافوهاش، العائله ديال الزوج ديالها كذلك من يدواو معاهم ما عندهمش علاقه بهذا الموضوع. الاب ديالها كيأكد لهم باللي ما عندها حتى شي عداوه مع شي واحد، بقات لهم غير الصديقه ديالها اللي كانت كتجيب الفلوس معها، يعني كتصيفط معها الفلوس باش كتجيبهم لوالديها. غادي نمشيو عند هاد البنت اللي كان الاسم ديالها مريم، وغادي ندويو معاها وغادي نطرحوا عليها بعض الاسئله. اول سؤال غادي نقولوا لها واش انت الصديقه ديال سهام؟ تقول لهم فعلا بلي انا راه صاحبتها وواحد المده طويله وحنا مصاحبين كتجمعنا واحد العلاقه اللي زوينه، على سيك ما كاين باس. كيقول لها زعما واش ما في اخبارك والو؟ كتقول لهم لا، انا راه يلاه جيت من كازا، راه كنخدم في كازا. قالوا ليها واش الدوار كامل مرون والهضره فين ما مشيتي كلشي كيدوي غير على سهام اللي لقاوها مقتوله ومليوحه في الواد، وانتي كتقول لي ما بينك وبينها والو؟ فراه هادشي هذا اللي غريب. يعني الناس كاملين ديال الدوار سمعوا باللي راه سهام لقاوها مقتوله في الدوار فلان فلاني مليوحه في الواد، وانتي اللي صديقتها الروح بالروح ما غاديش توصلك الخبر. راه هو لو تكوني في كازا فراه ضروري شي واحد يوصل لك الخبر. هذا الامر هذا اللي جاهم غريب، ولكن كتاكد لهم بانها ما كان في خبرها والو، وكتحلف لهم بالله ما في خبرها حتى شي حاجه من هذا الموضوع، وباللي العائله ديالها فراه مسافرين. الام ديالها كانت عند اختها، والاب ديالها كذلك فراه خدام في مدينه اخرى وكيجي غير في الويكاند، وقال لي ما في خبرها والو. ومن سمعات بالموت ديال الصديقه ديالها فراه غادي تصدم وغتدخل في واحد الحاله اللي صعيبه. البنت بقات كتغوت وكتبكي وكتقول لهم ماشي بصح، راه يلاه شتا غير مؤخرا وهادي وهادي وهادي. انا غادي يطلبوا منها تشهدن باش يطرحوا عليها بعض الاسئله وياخذوا من عندها المعلومات اللي غادي تعاونهم في التحقيق. من بعد ما غادي تولي مريم شويه وغتشهدن، غتقول لهم باللي فعلا هذيك راه الصديقه ديالي من الطفوله، وحنا مع بعضياتنا ديما بحال الخواتات ما كنتفارقوش. نهار يعني مشينا لكازا راه مشينا بجوج بينا، غير هو فرقاتنا الوقت. انا راه ما عارفاهاش نهائيا فاش خدامه، كنا كنتلاقاو مره في كازا بحكم انها مشغوله بالعمل ديالها. هادشي اللي خلاني كنتلاقى معها غير الوقيته اللي كتكون باغا تصيفط معايا الفلوس لوالديها. كنريحو في كافي كنهضروا شويه كنسولو في بعضياتنا وبيناتنا غير التليفون. اما شكون غادي يكون دار في هاد الحاله هذه فراه ما عندي حتى شي فكره. ومنين غيسولوها على واش عندها شي عداوه في كازا مع شي صديقه او شي صديق غادي تقول لهم لا. غيسولوها واش في شي علاقه مع شي شاب تما في كازا، غادي تنفي هاد الهضره هادي. غير هو اللي غادي يجيهم غريب، كيفاش الصديقه ديالك من الصغر وساكنه معاك في نفس الدوار وكيجمعكم بزاف ديال الحوايج، يعني علاقه ديالكم واحد العلاقه اللي قويه ماشي غير صداقه دايزه وصافي. راه بنت المنطقه ديالكم وبجوج بيكم مشيتو تخدموا في كازا دبروا على راسكم وما غاديش تعرفيها فاش خدامه. هذه اللي غادي تجيهم غريبه وبزاف، ولكن مابقاش مصر على الهضره ديالها وكتاكد لهم من نفس الاقوال. يعني ما بغاتش تقول لهم نهائيا فاش كانت خدامه الصديقه ديالها. من بعد ما خداو المعلومات من عند الصديقه ديالها اللي ما قدراتش تعاونهم بوالو، حتى كتلاقى معها فاش كتبغي تصيفط معها الفلوس وكيتواصلوا غير في الهاتف. هنا غادي يطلبوا منها تعطيهم العنوان ديال المنزل اللي كانت ساكنه فيه الصديقه ديالها. غتقول لهم فعلا انا راه عارفه فين كتسكن. عطاتهم العنوان بالضبط ديال الدار اللي كانت كاريه وساكنه فيها. غير هنايا كيتصدموا باللي البنت ساكنه في دارها، عكس الهضره اللي كيقولوا والديها والاهل ديالها. كيقولوا باللي البنت كاريه مع الدريات وساكنه. اما الصديقه ديالها العنوان اللي عطاتهم فراه غادي يلقاو في واحد الحي اللي راقي. ومن غادي يسولوا العساس ديال ديك الريزيدونس غادي ياكد لهم باللي هادي فعلا هاد البنت هادي راه ساكنه ويلاه شرات مؤخرا واحد الدار هنا. واش مأكد ديك الدار شراتها؟ غادي يقول لهم انا مأكد ديك الدار راه ديالها. واش كدوي على سهام؟ هي كندوي على سهام وراه التصاور ديالها.
هنايا العساس كيأكد لهم باللي سهام اللي كيقولوا كاري غير مع البنات في كازا عندها منزل في واحد الحي اللي راقي في مدينة الدار البيضاء واللي هو كاليفورنيا. وباش غتشري منزل في ديك البلاصة راه على الأقل واحد 300 مليون ولا 200 وشي حاجة. هنايا غادي ياخدو معلومات من عندك العساس، غادي يسولوه واش كتشوف شي بنات كيكونوا معاها، يعني كما قالوا الاهل ديالها كريم مع بنات، قالت لا ربما يكونوا يعني معاها بنات هنايا ويكون العساس غير غلط، ولا شي وحده تكون الدار ديال شي وحده من الصديقات ديالها ساكنه معاها. هنا غادي يقول لهم واحد المعلومه اللي غادي تكون خطيره وغادي تبدل التحقيق كامل، ولا ربما تكون اول خيط غادي نبداو منه هاد الجريمه هذه اللي غادي يحل لهم هاد اللغز الكبير اللي طاحوا فيه واللي حير المحققين. غادي يقول لهم باللي سهام راه مزوجه بواحد الخليجي، ومره كيجي معاه هنا، وحتى اول مره ملي جات هاد الدار فراه كان معاها، وغالبا راه هو اللي خايد ليها الدار. يعني الناس كاملين اللي هنايا اللي خدامين معايا ولا اللي كيعرفوها عارفينها مزوجه بواحد الخليجي، وهو اللي شاري ليها داك المنزل، يعني هو مول الدار، رغم ان داك المنزل اللي كان في السميه ديالها وتاكدوا منه. يعني الشرطه من بعد ما تاكدوا لقاو فعلا باللي داك المنزل في السميه ديال سهام، يعني في الملك ديالها، غير هو كيأكد لهم بان واحد خليجي هو اللي خدا ليها داك المنزل. وغادي يقول لهم باللي راه الزوج ديالها. كيتصدموا كيطلبوا منه واش عنده شي معلومات ولا الرقم ديال هاد الخليجي هذا، كيقول لهم لا، دابا راه واحد المده ما جاش لعندها، وكان كيجي معها دوك ايامات الاولى، ومره راه كيجي عندها للدار. يعني غالبا السيد عايش في السعوديه، وملي كيجي للمغرب فراه كيجي عند مراته لذاك المنزل. كيفاش المراه مجوجه براجلها اللي كاين في الطاليان ومشى كيترزق الله على قبلها وعلى قبل يعني بزاف ديال الحوايج على والديه على مراته، مقاتل مع الزمان، ومراته مزوجه بسعودي ورا ظهرو. الحاجه جاتهم غريبه الشرطه. ياك ما تكون هاد الجريمه وقعات بسبب الخيانه الزوجيه كما شكوا في الاول، ويكون راجلها صيفط شي واحد صفاها ليها، ولا هو اللي جاب يديه صفاها ليها. يعني تقدر تكون وصلته الخبار من عند شي واحد وبغى ينتقم منها، وهو اللي انتقم منها بداك الطريقه، لان غالبا هذا اللي صفاها لها فراه هو الدوار ديالهم، بحكم ان البنت لقاوها مقتوله في داك الدوار اللي ساكنه فيه ولاحوها في الواد. يعني هذا اللي دار فيها هاد الحاله هذه فراه كيكون قريب ليها وكيعرفها مزيان، ولا ربما يكون من العائله ديالها. من بعد ما عرفوا باللي السيده مزوجه بسعودي، جابوا امر معدنيه بالعامه باش يدخلوا للمنزل ديالها ويفتشوه. من بعد ما غادي يدخلوا للمنزل غيلقاو فيه واحد الذهب اللي كثير، وغيلقاو فيه واحد المبلغ اللي كبير، وفوق هادشي كامل غادي يلقاو واحد الهاتف ديالها اللي كان مازال جديد، وهاتف من نوع الاخر، يعني ايفون الاخر اللي كان خارج في هاد الوقيته هادي، لقاوه عندها في المنزل ديالها. يعني البنت كانت عايشه واحد الحاله، يعني كيما كيقولوا والديها، الحاله الماديه ديالها كانت مستقره، كانت غير كتلعب الفلوس. داك المبلغ الكبير اللي لقاوه عندها في الدار ولا اللي لقاوه في الحساب البنكي ديالها كيبينوا ان السيده فعلا راه ما غاديش تقدر تجيب داك المبلغ اللي كبير، او السيده ساكنه غير في واحد الدوار على قد الحال. والديها كيقولوها مشات غير خدامه كترزق الله، مره كتصيفط لهم واحد المبلغ اللي على قد الحال. راه ما يمكنش غتكون واخده هذا المنزل في هذا الحي الراقي وعندها ايفون الاخر وعندها مبلغ اللي كبير في البنكه وعندها فلوس في الدار وعندها حتى الذهب. من بعد ما غادي ياخذوا الهاتف ديالها غادي يديوه للمختبر باش يقوموا بالتفريغ ديالو ويجمعوا اي معلومه غادي تفيدهم في التحقيق، ولا ربما يلقاو الرقم ديال هذا الخليجي هذا. وفعلا غادي يلقاو الرقم ديال هذا السيد هذا، ومنين كيتصلوا به كيلقاو الهاتف ديالو طافي، عياو ما كيصونيو ليه، الرقم ديالو ما خدامش. وغادي نلقاو واحد النمره اللي كانت مصونيه ليها، هذا الرقم هذا اللي كان من اوروبا، لا ربما يقدر يكون الزوج ديالها صون عليها قبل ما توفى غير بواحد المده اللي قصيره. يعني لقاو داك الرقم مره كان كيصوني ليها، وغالبا داك الرقم فراه كيرجع لراجلها. ومنين غادي يصونيو في داك الرقم فراه غادي يطلع فعلا ديال راجلها اللي كان كيسكن في الطاليان.
غادي نعيطوا عليه يدخل المغرب باش يبداو معاه التحقيق كذلك. وفعلا دارت واحد المده غادي يدخل المغرب من بعد ما سمع باللي الزوجه ديالو توفات ولقاوها مقشوله، وغادي يقول لهم باللي راه في خبر والو، انا كنت خدام في ايطاليا، عندي تماره، كنجي معطل الدار، كنعس الغد لي عاوتاني الخدمه، ما يمكنش نهائيا غادي يكون عندي دخل في هذه الجريمه، وعندي ادله باللي في هذه الوقيته راه كنت في الطاليان. ومن الهضره ديالو كيبان واثق في نفسه رغم انه تاثر بالموت ديالها ودخل في واحد الحاله اللي صحيبه. كيبان لهم السيد باللي فعلا ما كان في خبار والو. اذا شكون غادي يكون صفاها ليها بديك الطريقه الوحشيه ودار فيها ديك الحاله؟ غادي يعاودوا يرجعوا عند العائله ديال راجلها وغادي يعاودوا يحقوا معاهم ويشوفوهم شنو غادي يعاودوا يقولوا هاد المره هذه، ولا غيكون شي تناقض في الهضره ولا شي حاجه بحال هكذا. الناس كيبانوا ليهم ما عندهمش نهائيا دخل في هذه القضيه، كما في الاول كما في الثاني، يعني نفس الهضره باقين عليها. كيبانوا ناس اللي داخلين سوق راسهم وبقات فيهم البنت وتاثروا بالموت ديالها وكانت عزيزه عليهم بزاف، وهذا الشيء بالشهاده ديال الاب ديالها والناس ديال الحي. وكيقولوا باللي هاد البنت هذه اللي هي سهام فراه كانت بحال بنتنا وكانت عزيزه علينا وديما كتجي تشوفنا. ومنين غادي يسولوا الناس تما غادي ياكدوا لهم نفس الهضره، فعلا سهام فيما كانت كتجي عند والديها فراه مستحيل ما تجيش تزور العائله ديال راجلها، كانوا عزاز عليها وديرهم بحال والديها. من بعد ما تاكدوا ان العائله ديال راجلها ما عندهمش نهائيا يد في هذه الجريمه اللي وقعات، غادي تبقى لهم غير الصديقه ديالها، لانها باش ما تكونش عارفه صاحبتها فاش خدامه فراه هذا الشيء راه ما كيدخلش للعقل. البنت كابره معاها وكتقول لهم باللي صديقه ديالي من الصغر وهي اللي كانت كتثق فيها وكتصيفط معاها الفلوس. هاد المره هادي غادي يقولوا ليها الا ما قلتيش لينا شنو عارفه والصراحه كامله فراه غادي تدخلي للسجن وغادي تسماي بحال اللي كتستري على هاد الجريمه هادي، لانك ما عاونتينا بحتى شي معلومه ولا شي حاجه اللي غتفيدنا في التحقيق، وحنا عارفينك مخبيه شي حاجه. الا عندك شي حاجه خالعاك غير قوليها لينا وما عندك مناش تخافي، حنا راه معاك حتى لقاو الصراحه ولقاو القبض على هذا المجرم هذا. هنا يا مريم كتبان لهم بحال اللي تخلعات، السيده اللي ولات صفراء وغير كتدخل وكتخرج عليهم في الهضره وباينه تحت راسها العجينه، السيده ما مصفياش. والمره الاولى كانت كدوي وواثقه في نفسها، هاد المره هذه غير سمعات باللي راه غادي تقدر تشد بدات كتدخل وكتخرج في الهضره، وكان تناقض في الكلام ديالها وكيحسوا بها باغا تقول لهم شي حاجه وغير متخوفه من شي امر. من بعد ما بقاو كيضغطوا عليها غادي تعترف لهم بكل شيء وغتقول لهم انا غادي نعاود لكم الصراحه من الاول حتى الاخر. غتقول لهم باللي الصديقه ديالي سهام فراه كانت مزوجه كما كتعرفوا، وباللي راجلها فراه ولد الناس وكان كيتعامل معها واحد المعامله اللي زوينه، وانا بصراحه راجلها راه بحال خويا وكان عزيز عليا، وانا كنعرفهم منين كانوا غير في علاقه يعني غير مصاحبين كما كنقولوا باقي ما تزوجوش، كانت كتعرفهم من الصغر وجا معاهم واحد العلاقه اللي زوينه، علاقه ديال الاخوه، وكتواصل مره مع راجلها، يعني تا سهام ثقه فيها ماشي كتقول لا ربما تخونوا معها الى اخره. عارفه مره كيسولوا في بعضياتهم، كتجمع واحد العلاقه ديال الاخوه، علاقه ديال الصداقه بحكم انهم ساكنين في نفس الدوار وكبروا مع بعضياتهم. غير هو منين شفت الصديقه ديالي سهام دخلات في علاقه مع واحد الخليجي، بقات كتواصل معاه حتى جمعاتهم واحد العلاقه ديال الحب. وسهام كانت غير طامعه فيه ماشي كتبغيه، السيد اللي كان لاباس عليه وكان سعودي، وكانت اي حاجه حلت عليها فمها كيوفرها لها، ودخل على قبلها للمغرب وما خلاه ما خدا ليها اي حاجه بغاتها كياخذها لها، الذهب، الحوايج الغاليه اللي مارك، التليفونات، حتى من الدار خداها ليها. وكان ناوي منين غادي يجي للمغرب هاد المره هادي كان غادي ياخذ ليها شي سياره اللي فخمه، كانت صديقه ديالها عاودت ليها باللي راه دايره معاه غادي ياخذ ليها شي سياره اللي كانت من الاحلام ديالها وكتتمنى تكون عندها هذيك السياره، وكان غادي يحقق لها هذا الحلم. من بعد ما خدا الدار وخدا لها الذهب خدا لها كل شيء بقى لها غير السياره كان غادي ياخذها لها، وغتاكد لهم باللي راه تزوجوا غير بالفاتحه، وباللي الصديقه ديالها كذبات عليه وقالت ليه باللي راه عمرها مزوجه، لا عفوا قالت ليه باللي راه ما مزوجاش دابا، كانت مزوجه قبل وطلقات وباللي دابا ديال راسها.
سيد داروا وياها الزواج ديال الفاتحه، لربما تا هو كان باغي منها غير حاجه، والله اعلم. بقات بيناتهم ديك العلاقه، بقات غادا وكتطور. وفي هاد الوقيته هادي غادي يوقع واحد الخصام بين سهام ومريم، رغم انها صديقه ديالها وكبرات معها وكتجمعهم واحد العلاقه اللي مزيانه. غادي تفكر باللي راجلها كتضحك عليه، هو غادي مسافر ومغرب على بلادو ومقاتل على ودها. كتشوف باللي سهام كتخونو وبلا اخبارو، وكدير دوك الحوايج مع داك الخليجي. بقى فيها الحال وبغات تنتقم من الصديقه ديالها، وبان ليها غير راجلها. غادي تتصل به وغادي تقول ليه ها شنو كاين وها شنو كاين. غتعاود ليه بالتفاصيل باللي سهام كتخونو مع واحد الخليجي اللي عرفاتو غير في فيسبوك، ودخل المغرب على ودها وفسدات معاه ورا ظهرك ما مره ما جوج. ومن بعد لصقات فيه وطلبات منه باش يتزوج بها وتزوجوا غير بالفاتحه، وباللي راه خدا ليها واحد الدار اللي كبيره وفي واحد الحي اللي راقي. وصيفطات ليه حتى تصاور وبزاف ديال الادله، داكشي بالدليل. يعني كما كتعرفوا الصحابات ملي كيكونوا مصاحبين فراه ما كيخبيو على بعضياتهم والو، بالاخص البنت اللي كابره معاها كتلوح ليها التصاور، كتلوح ليها بزاف ديال الميساجات بيناتهم، داكشي اللي كياخذ ليها. يعني بحال كانت كتعيق عليها بداك الشيء، اولا ربما كديرها الصديقه ديالها كتشارك معها اي حاجه ماشي بدافع يعني تفقسها. غير هي البنت خدات دوك الادله كاملين وصيفطاتهم لراجلها وانتقمات منها بهذه الطريقه. وغتقول لهم باللي ما كنتش متوقع نهائيا انه غادي يصفيها ليها. انا بغيت غير نجبد ليها صداع معاه بحكم انه كيبقى فيا، وبغيتهم يعني يديروا حل، وبغيتو حتى هو يعرف مراتو شنو كدير. وراه انا قلت يعني يقدر غير يطلقها ولا ينوض شي خصام بيناتهم. حتى كيتصل بيا راجلها وكيقول لي باللي راه صفيتها لسهام، وملا مشيتي حتى قلتيها لشي واحد ولا هاد الهضره خرجات فراه غادي نصفيها لك تنشي، ولا غادي نصيفطك معايا للحبس. غنقول لهم باللي حتى هي مشاركه معايا في هاد الجريمه هادي. انا سهام عفوا مريم مني سمعات هاد الهضره هادي غادي تخلع وغادي تبقى محافظه على ديك السر. ولكن من الشرطه عاقوا بها مخبيه شي حاجه ضغطوا عليها واعترفت لهم بهذا الموضوع كامل. وغتقول لهم باللي راجلها راه غير سمع ديك الهضره، راه ما قدرش يصبر، وراه غير بواحد المده قصيره ديال اسبوع تقريبا دخل المغرب وصفاها ليها. هنا من بعد ما سمعوا هاد الهضره كامله غادي يديروا واحد المذكرات بحث على الزوج ديالها اللي سمعتها هو شي تنقنيقه وكان باغي يهرب يخوي المغرب. وغادي يلقاو عليه القبض وغادي يجيبوه عندهم وغادي يبداو معاه التحقيق. في الاول غادي يبقى ناكر كل شيء، ولكن غادي يواجهوه بالادله اللي كانوا عند الصديقه ديالو مريم، وباللي حتى المكالمه ديالهم كانت مسجله وبزاف ديال الادله اللي كانت ضده. هادشي اللي خلاه يعترف لهم بالجريمه من الاول حتى الاخير. غادي يقول لهم باللي فعلا انا اللي صفيتها ليها وما نعدمش نهائيا على هذا الشيء، ولو ترجع بيا الوقت اللور غادي نصفيها ليها وبطريقه وحشيه على هذه، لانها خانت شرفي. من صغر وحنا كنبغيو بعضياتنا، مقاتل على ودها ومشيت تغربش على ودها، نعرفت بالزنقه ما خليتش ما درتش كرفست. كنخدم بالليل وبالنهار وكنصيفط ليها اللي بغاتها، وهي عارفاني كنبغيها، وهذا الشيء كامل ديرو على قبلها. وفي الاخير غادي طعن شرفي ومع خليجي، وحنا مزوجين وتزوجات براجل اخر ورا ظهري وبالفاتحه، ودارت ما بغاتش ورا ظهري. خيد ليها الدار، خدا ليها الذهب، خدا ليها فوق هادشي كامل. كتضحك عليا وديراني ضحكه وكتطلب مني نصيفط ليها، وغالبا كانت كتطلب مني نصيفط ليها غير باش ما نشكش فيها منين كتجيب الفلوس. من بعد ما سمعت هذا الموضوع هذا غادي نتصل بها وغندير راسي ما في خباري والو، وغادي نقول لها باللي راه غادي نمشي للمغرب وما غاديش نعلمها بالوقت بالضبط اللي غادي ندخل فيه للمغرب. غادي يجي عندها على غفله وغادي يتصل بها وغادي يقول لها باللي انا راه دابا راه دخلت للمغرب. سهام هنايا غادي تصدم ملي كتعرف راجلها جا على غفله للمغرب وما قال ليهاش راني جاي. هو راه علمها راه غادي ندخل هاد الايامات، ولكن ما قالش ليها بالضبط النهار اللي غادي نجي فيه. غادي تقول لي علاش خبيتيها عليا وما قلتيش ليا بلي انا راه جايه. غادي يقول لها راه درتها لكم مفاجاه، علاش واش ما عجبكش الحال؟ انت عامين دابا ما شتيني وما فرحانه ما والو. غادي تقول لي بالعكس ديك الساعه غير علمني ونديروا شي نهار كبير ونحتفلوا بهذا النهار هذا الى اخره. قال لها شوفي دابا انا راه جيت نسي على هادشي كامل وبغيت نديرها مفاجاه حتى الوالديه ونفرحهم على غفله. ويقول لها دابا لبسي ويلا معايا، جدها دار معها النهار اللي غادي يجي فيه.
جا هزها من كازا وقال لي غادي نمشيو دابا للدوار باش يشوف العائله ديالو بلي زعما راه داير ليهم مفاجاه. هنا ملي مشات معاه للدوار غادي يديها لواحد المنطقه اللي خاويه، وبقى كيتعدى عليها وكيسلخ فيها باش تعترف ليه بداك الشيء اللي دارت، يعني واجهها بهذا الموضوع وبقات كتنكر وراها الادله كامله اللي وراتو الصديقه ديالها. وفي الاخير غادي تعترف ليه باللي راه فعلا خانته، وهنا غادي يبقى كيعذب فيها، ما خلى ما دار ليها، سلخها ضربها طعنها، غادي يعذبها مزيان حتى جابها جثه هامده، وراها غادي يديرها في ديك الخنشه، وغادي يتقل ديك الخنشه غادي يربطها مع واحد الحشره اللي كبيره وغيربطها مع واحد الخنشه ديال الرمله، وهكذا غادي يلوحها في الواد وغيقول دابا راه غادي تقدر تهبط يعني للقاع ديال الواد، وهكذا تخلص من الجثه ديالها. ولكن الروح عزيزه عند الله، رغم انها هي اللي خانته ودارت واحد الحوايج اللي خايبين، ولكن الروح كتبقى عزيزه عند الله، وكان يقدر يبلغ عليها ولا ينتقم منها بطريقه اللي احسن وما يصفيهاش ليها. هكذا غادي يخرج على راسو وغادي يتقدم امام قاضي التحقيق، وغادي يكون الحكم ديالو هو 30 سنه ديال السجن، القتل العمد مع سابق الاصرار والترصد. كانت هذه هي قضيتنا ديال اليوم. بصراحه ما غاديش نبغيها لتا شي واحد، يعني كما كنشوفوا مرا اللي مزوجه بجوج ديال الرجاله راه ماشي راجل مزوج بجوج عيالات، هذه راه مرا اللي مزوجه بجوج ديال الرجاله وخانت راجلها مع سعودي على قبل الفلوس، وما قدراتو ما احترماتو وما خلى ما دار على ودها، ومسافر برا البلاد على قبلها. هادشي هذا كاع ما عقلات عليه، حدها بانت ليها الضربه وبان ليها الفلوس، طمعات وخانتو، وفي الاخير كانت النهايه ديالها كارثيه وما غتبغيها حتى شي واحد واللي سالات بهذه الجريمه البشعه. ما تنساوش خليو لنا الراي ديالكم في التعليقات، شكون اللي بان لكم غلط في هذه القضيه هذه، وما تنساوش تدعمونا بلايك مع الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده.